ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا جايه دلوقتي في الفيديو ده هلخص لكم من الاخر كده عشان نبتدي ازاي تتعلموا انجلش، او اتعلمت انجلش ازاي، وايه طرق المذاكره اللي ممكن تذاكروا بيها، وايه إيه الحاجات اللي ممكن تعملوها باللغه ذات نفسها. اول حاجه هنمسكها، انا ازاي اتعلمت انجلش. يا جماعه انتوا اوقات بتنسوا ان انا مش عايشه في مصر، او انا مثلا ايه، بقالي اكتر من 10 سنين في البلد دي، فانا غصب عني حتى لو جهله جدا هضطر ان انا اتعلم. عارفين كانكم بترموا حد في الميه فهيضطر ان هو يتعلم ازاي يعوم، فغصب عني بتعامل مع الناس فبتلقطي اللغه منهم. ودي حاجه انا مش عايزاكم انتوا تحسوا بقى اللي هو ايه، احنا لازم نتعلم بنفس السرعه، لا ملهاش علاقه خالص. كل واحد with their own pace، كل واحد بالاستراتيجيز اللي بتنفع معاه، وبال مش هقول لكم التولز، بس هقول مثلا ايه، التكنيكس. كل واحد بينفع معاه تكنيك معين على المذاكره. دي اول حاجه اللي جاب اللي هو انا ازاي اتعلمت انجلش. اول ما جيت كان في حاجه اسمها ESL كلاس او ENL، English New Language او English Second Language. هم غيروا الاسم، كان اول حاجه ESL بقى ENL. طبعا علشان احنا ما كناش دارسين انجلش كويس خالص في المدارس في مصر، كانوا مدينا بقى ايه، كلاسز زي ما بيقولوا كده تقويه. فالكلاس ده كنت بنخش، اول ما بنخش كان كل واحد بياخد مننا ورقه. الورقه دي عباره عن باراجراف مكتوبه وفيها 5 غلطات مثلا او 10 غلطات. كل واحد لازم يقرا ويدور على الغلطات دي كانت بسيطه جدا. يعني ممكن تكون كلمه بوي بدل ما تبقى BOY تبقى مثلا ايه BUY. انتوا فاهمين قصدي؟ ولازم احنا نطلع الغلطات دي. فكانت اول حاجه بنعملها ان احنا نقرا كتير، بنقرا الجمل البسيطه المبسطه. بعد كده نشوف الكلمات المفروض تتكتب ازاي او تتنطق ازاي. فانا مثلا حاجه بنصح بيها بقى اللي هو ازاي نتعلم القراءه يا جماعه، بجد بجد بجد، من اللي يعني بصوا كده on top of the list بجد. ولما بقول قراءة ما اقصدش مثلا اللي هو ايه دي كتب كتير، انا بتكلم على اي حاجة قدامك. يعني اعتقد كل الحاجات مثلا لما بتتكتب في الريسيتات او كده بتتكتب بالانجلش. الوصفات، عارفين على العلب اللي هي بتاعت الاكل وكده بتتكتب بالانجلش. اقرأي كل حاجة تشوفيها. مثلا دلوقتي ده بوكس كرامبل كوكيز، ماشي، كوكيز عادي جدا، مكتوب عليه بالانجلش من جنبه bringing friends and family together، ماشي. جملة انا دلوقتي بقى ايه هقراها زي مثلا ايه لو شخص لسه بيتعلم. bringing، لو انت مش عارفه تنطقي الكلمه دي عادي افتحي جوجل ترانسليشن واكتبي الكلمه واسمعيها مره واتنين، ولو علقتي فيها عادي جدا. انا اصلا في كلمات والله العظيم انا لغايه هذا اليوم مش بعرف انطقها، لدرجه حتى بقول لاصحابي اللي هو انطقوها انتوا خلاص. ف bringing friends، فبعد كده تخش على الكلمه اللي بعديها friends. خلاص اديها كذا مره friends. بعد كده ايه، حاولي تسمعيها، اوكي، سجلي صوتك تسمعيه، اوكي، بتنطقيها صح. اللي بعديها بتخشي بقى على الكلمتين تضميهم لبعض bringing friends. اول مره تقوليها بطيئه bringing friends. بعد كده جمعيهم مع بعض bringing friends. خلاص حاولي انطقيها اسرع، حاولي استخدميها في يومك bringing friends. بصي ممكن تكلمي نفسك في المرايه، بصي سجلي صوتك، افتحي الكاميرا كده وحطي قدام الكاميرا bringing friends. اقريها مره bringing friends، بعد كده bringing friends. كانك mastering، يعني كانك بروفيشنال جدا، فاهمين؟ بعد كده تخشي على الكلمه اللي بعديها bringing friends and family together. بعد كده تشوفي معناها ايه، كل كلمه وانت بتقريها شوفي معناها. انا دايما بقول حتى ايه في الكتاب مش انك انت تخلصي كتاب. انت لو قريتي صفحتين وطلعتي منهم ب20 كلمه انت كده ذاكرتي جامد قوي. فانا كنت من الناس اللي هو بكتب كل كلمه وبكتب واروح اترجم لها على طول في جوجل ترانسليشن. لازم تحطي effort، اللغه مش هتجيلك، اللغه ما بتجيش بالطريقه دي. فبعد ما بتنطقي كده هتلاقي نفسك قريتي فريتي الجمله كلها bringing friends and family together over the best dessert in the world. لو في كلمة انت مش عارفة تنطقيها بترجعي تاني bringing friends and family together over the best desserts in the world. بتحاولي على قد ما بتقدري تسرعي البيس بتاعك، اوكي، بس with the perfect pronunciation. you have to، يا جماعة البرونانسيشن ده مهم جدا، النطق مهم، المهم ماشي. انتوا لو مثلا ذاكرتوها غلط فلما تيجوا بقى تستخدموها بعد كده هتلاقوها غلط.
فانا عارفه ان البراكتس ميكس بيرفكت، بس بيرفكت براكتس ميكس بيرفكت. ماشي، انا ده اللي انا دايما شايفاه، اللي هو ايه، اعملوها صح، اتقنوا الحاجه، وهتلاقوا نفسها سبحان الله الريزلتس طلعت حلوه قوي وخطيره وفي وقت قليل. فدي اول حاجه، قراءه اتكلمنا فيها. تاني حاجه، كل جمله يعني تحفظوها او تذاكروها استخدموها مع صحابكم، استخدموها مع اهاليكم في البيت. والله انا عارفه الموضوع هيبقى مضحك جدا، بس انت مثلا ممكن مثلا ايه تفكري فيها بدماغك، اللي هو واتساب مثلا، او مثلا هي هاو ار يو، جمله عاديه جدا، ازيك عامله ايه، هاو ار يو، فانت استخدميها في الشات، فانت دايما تفضلي شايفاها قدامك. ايه تاني يا ربي، افتحي اليوتيوب. في يا جماعه انت مثلا كتبتي ازاي اتعلم اللغه الانجليزيه، او مثلا اتفرجي على فيلم، انتوا عارفين ان انا بالنسبه لي الفيلم ارحم من اليوتيوب. والله العظيم بجد، لو اتفرجت على فيلم وخدت منه الجمل، اخدت منه الجمل اللي هي بتستخدم في الحياه، بالنسبه لي احسن بكتير جدا من ان انا مش عارفه اصور الفيديو بجد، تالت مره يقطع. المهم يا جماعه، انا حاولت امسح كل حاجه عشان افضي مساحه. المهم، فالطريقه دي يعني ان انا احط الموبايل على تايم لابس واصور واشوف اللي يعني مثلا ممكن اقعد ساعتين ثلاثه واستخدم ال المهم يا جماعه، انا اسفه والله الفيديو كل شويه يقطع. المهم فانا التكنيك بتاعي ان انا كنت بحط الموبايل على تايم لابس، تايم لابس اللي هو بيسرع بسرعه جدا، يعني انا ممكن مثلا لو قعدت ساعتين هتفرج على فيديو في 20 ثانيه. فانا كنت بستخدم بقى، انا كل موبايلي كان متخزن بس تايم لابسز، فكنت بثبت الموبايل في جزئيه معينه وهو بيصورني، يعني هو شغال، وافضل بذاكر بقى ازاي، كنت بذاكر كل 25 دقيقه واخد 5 دقايق بريك. اوكي، كنت بمشي مثلا ممكن اذاكر 4 ساعات بالطريقه دي وما احسش بيهم اصلا. وجس وات، ال5 دقايق بريك دول I cannot touch the phone، ما ينفعش المس الموبايل فيهم. ممكن اقعد، ممكن اتمشى، ممكن اخش التويلت، ممكن اعمل اي حاجه في ال5 دقايق دول، اجيب اكل، اجيب ميه، اكتب لستة حاجات، لان مثلا لو انت هتفضلي تكتبي لستة حاجات اللي محتاجه تعمليها، ده مش هيحتسب مع وقت المذاكره، لان انا عارفه الشغل ده ونرتب المكتب بقى، ده مش هيحتسب من وقت المذاكره يا جماعه. ماشي، ف... فده كان بيساعدني انا. وبعد ما بخلص بجد كنت ببص بقى على الموبايل اوقفه كده، واقسم بالله كنت بقى يعني بقيت اكسايتد قوي ان انا كل مره اتفرج على الفيديو، اتفرج على نفسي بقى انا كنت بعمل ايه ده انا شكلي اهبل قوي كده. فانا كنت حاسه ان دي حاجه نفعت معايا وممكن تنفع مع ناس كتير قوي، انك انتوا تذاكروا، تثبتوا الموبايل. وتاني حاجه انك انتوا بجد ما ينفعش السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا هتاخدكوا وهتسحبكوا دماغكوا، اصلا اوريدي انتوا محتاجين تنشطوها. احنا الواحد بيقعد ساعتين عشان بس بسم الله الرحمن الرحيم يخش في مود المذاكره. فانتوا لما بتفصلوها بتحسوا ان دماغكم كده بيحصلها شت داون. فانتوا لما تحسوا نفسكم سخنين، زي اعملوا الموضوع ده 25 دقيقه و5 دقايق بريك، 25 دقيقه 5 دقايق بريك، والله العظيم هتخشوا من الساعه للتانيه للتالته للرابعه وهتلاقوا نفسكم كده on fire. anyways، فدي طريقه تانية انك انتوا فعلا تحلوا كتير. يعني انا مثلا برضو كنت في الحساب وكده، كنت اكتب اول حاجه المساله اهو قدامي وحلها، انقلها هي السؤال وبالاجابه مره، واوقات مرتين. بعد كده ابدا احل ازاي بقى، ابدا احل بعد كده هوقف، اصلا انا بقى يعني انا معتبر مش حله، مش مذاكره كويس جدا، او ذاكرتي ما كانتش احسن حاجه. فاروح ابص على الاجابه بعد كده اكمل، اقف تاني ابص على الاجابه اكمل، واعملها تاني، احل بنفس الطريقه دي تاني، اجرب احل. وبالمره دي بقى ممكن اكون خلاص بقى ذاكرت او حفظت الخطوه اللي بعديها، فاخليها سهله. بعد كده بقى اخر مره لو ممنوع ابص خالص، لغايه ما اوصل للمرحله دي ومش محتاجه ابص ولا مره، احلها تاني عشان اتاكد ان انا فعلا البتاع في دماغي. هوب خلاص اللي بعده، الشابتر ده خلص، اخش يعني I put it completely aside. فدي كانت حاجه بتساعدني قوي. واللغه زي ما قلت لكم انك انتوا تتكلموا كتير، يعني انا اصلا اكتر حاجه بوظت لي اللغه لما كنت بتكلم كتير قوي عربي مع صحابي وقرايبي. يعني انا فكره ان انا في البيت عندي بنتكلم عربي كتير قوي، ده ما خلاش اللغه عندي قويه للدرجه اللي انتم متوقعينها. يعني انا الحمد لله I feel like يعني my English is great، بس it could have been better. فاهمين قصدي؟ and when I say better ملهاش علاقة بالاكسنت على فكرة. like في ناس ممكن تقعد بال20 سنة ويفضل عندهم accent. it's just about the proficiency. ف if you have an accent don't be ashamed، عادي جدا. it makes you who you are، يعني it's your character، بتخليكي unique. I love accents. I feel like it's really cute. it's كده. ف anyways part 2 ان شاء الله هنزله لكم قريب.
بس this is part 1 الحاجات اللي انا شايفه فيها ان هي ساعدتني، وهكتب لكم حاجات اكتر، وهكتب لكم برضو هعمل لكم فيديو عن حاجات ممكن تعملوها، عشان في ناس كتير قوي قالوا لي احنا عايزين نشتغل ومش عارفين ازاي نعمل حاجه زي كده، وما عندناش الامكانيه ان احنا مثلا ايه نشتري حاجات نفتح our own business او مفيش شغل. فبرضه هقول لكم على حاجات ممكن تتعلموها من خلال النت عشان تكتسبوا حرفه او حاجه معينه programming وكده تستفادوا بيه. بس other than that I hope ان الفيديو استفدتوا منه اي حاجه، وربنا معاكم يا رب. باي.